السلام عليكم ورحمة الله. هنعمل برجر لحمة بيتي نضيف حلو جدا. معايا نص كيلو لحمة، ومعايا بيضة، ومعايا ربع كوباية برغل، ومعايا معلقتين كبار نشا، ملح وفلفل، وشوية زيت صغيرين. تمام. البرغل ده انا طحنته زي الفلفل الاسود في الكبة، نعمته كويس جدا وحطيت عليه شوية مية. بعد 10 دقايق عصرته وصفيته كويس جدا من ميته. انا بحبه طعمه مختلف عن الفول الصويا، ملوش اي نكهة وقوامه ممتاز. حطيت كمان البيضة على نص كيلو لحمة، ومعلقتين كبار نشا. النشا برضو عامل ربط كويس جدا، وبرضو ملهوش اي تأثير، ملح وفلفل بس. مش عايزة احط اي بهارات تضيع طعم البرجر. تمام. ومش هتكش معاكي على النار ابدا ابدا. عجنتي بقى كويس جدا العجين بتاعك، تعاملي معاه على انك بتعجني معجنات او دقيق او كده. اعجني كويس جدا جدا لحد ما تخلطي تجانس وما يبقاش فيه فراغات، عشان لما تيجي تكبسيها تبقى قطعة واحدة زي البرجر اللي بتشتريه من بره، وما يفكش معاكي على النار. ده المكبس بتاعي قديم جدا بس حلو جدا جدا، عبارة عن 3 قطع زي ما انتوا شايفين. انا هجيب بقى الزيت اللي قلتلكوا عليه في الاول، وبالفرشة همسح مسحة زيت فيها من جوه وفي الغطا بتاعها كمان من بره، علشان لما اكبس اللحمة ما تلزقش فيها واعرف اطلعها بمنتهى السهولة. وممكن بدل الزيت اجيب كيس واحطه في المكبس من جوه، فده هيديني نفس النتيجة. تمام. مسحت مسحة بسيطة جدا من الزيت. وبقطع البرجر، انا مقطعاها 80، بتبقى زي البيف برجر، ليها سمك شوية. ممكن تخليها 70 بس مش اقل من كده، 70 جرام القطعة. تمام. برضو شكلتها في ايدي شوية وعجنتها وحطيتها في النص وضغطت شوية. وبالمكبس هحط الغطا واضغط كويس جدا عشان تاخد شكل البرجر. وبضغط في النص، مضغطش من اي جنب لا يمين ولا شمال، عشان يطلع القطر بتاعها كله متساوي، متبقاش حتة عالية وحتة واطية. بص الزيت بيخليها تطلع بمنتهى السهولة. ومن الناحية التانية نفس القصة. محضرة صينية عليها كيس هرص عليها البرجر. بص السمك بتاعها عامل ازاي، كلها قد بعضها، متساوية وحلوة جدا اهي. هكمل بقى بقية الكمية بتاعتي كلها على كده. مسحة زيت مش كل مرة، ما بين مرة والتانية امسح مسحة بسيطة جدا. واحط البرجر، انا مقطعهم كلهم ووزنهم على 70 جرام. النص كيلو طلع لي 9 قطع كبار برجر حلوين جدا، مفيدة ومغذية، ولحمة صافي ما فيهاش اي دهون، ما فيهاش اي حاجة تضايقنا. زي ما انتوا شايفين طلعت عاملة ازاي، حلوة جدا، سمكها وشكلها وكله تمام. انا حطاهم على كيس زي ما انتوا شايفين. هبدأ اجيب المقص واقص الكيس على قد كل واحدة قطعة برجر، عشان ارصهم فوق بعض بالكيس بتاعها اللي انا كنت فرداه. بصوا كيس تلاجة عادي، انا فتحته وحطيته ورصيت عليه. بدأت اقطع اهو كل قطعة على قد البرجر اللي تحتيها، وهرصه وهشيلها في الفريزر واطلع منها زي ما انا عايزة. هتبقى سهلة جدا في الاستخدام بالفواصل اللي انا حطاها، مش هتمسك في بعضها. تمام. شوفوا عاملة ازاي ومتماسكة معايا ازاي، ما بتفكش، عشان البيضة والنشا والبرغل. وادي الطبق وهرصهم فيها. وبألف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو، انا رندا ودي قناتي، ما تنسونيش في اللايك والشير. وان شاء الله احنا مكملين مع بعض لسه في سلسلة المدارس ان شاء الله.